نواجه واقعنا. بيقول لك يا اخي والله هاي الناس اللي عايشه واحنا والله ما احنا عايشين، شوف هذا الزلمه شو راكب سياره، وشوف هاي شو متجوز مين الفلاني، يا عمي لولا وضعوا فل الفل ما كان ربنا اعطاه. والناس دائما تنظر للايد اللي بغيرها وبتقول لك يا عمي يا ربنا وين العدل في هذا الشيء؟ اذا ربنا نعرف انه ربنا عادل. وبعدين ربنا بيقول في اياته ومن يعرض عن ذكري فله معيشه ضنكا، وين الحياه ضنكا؟ اذا الزلمه قاعد هي سعاده وفلوس ونسوان وسهر ويفت واحلى، وين عقابه في الدنيا؟ فهي الشغله تخش بالعقيده، فتاثر على الشخص وتاثر على نفسيته في اعتقاده بالله عز وجل. جاء رجل الى موسى عليه السلام وقال له يا موسى اين عقاب فلان ابن فلان؟ كاد ان يبلغ من العمر 100 عام، يزداد مالا وجمالا وسعاده زي ايامنا هاي، بفت وبيسهر وعايش حياته الطبيعيه وما حدش ساله شو بيعمل، ونسوان وبيتجوز وطلق هاي وعايش، وانا وانت بنتفرج عليه، وغيرنا له طريقه اخرى في الحياه، واللي يلعب قمار واللي كذا واللي يبني قصر واللي مرتشي واللي فاسد، وتلاقي ان حياتهم سعيده والك نظره مختلفه، وانا عارف هذا الحكي وانت عارف. فجاء إلى موسى فقالوا أين عقابه في الدنيا يا موسى؟ أنت تقول أن الله يعاقب الرجل العاصي في الدنيا وفي الآخرة، فأين عقاب فلان ابن فلان؟ فلم يستطع موسى أن يجاوب هذا الجواب، لأنه هذا جواب يعني يحتاج إلى قدرة إلهية للإجابة. فذهب موسى إلى الله جل في علاه وقال يا الله أنت تقول أنك تعاقب الرجل العاصي في الدنيا وفي الآخرة، فأين عقاب فلان ابن فلان؟ فقال الله تعالى جل في علاه لقد عاقبته في الدنيا يا موسى وهو لا يعلم. فسأله كيف يا الله؟ قال لقد حرمته من طاعتي، جد الله وعايش حياته زي ما هي وشايف ان الدنيا هيك عادية، وبقول يلا ربنا يحاسبني. شوف ان الله يمهل ولا يهمل، وان عقاب الله لشديد. بدك زي ما انت بدك اسهر ازني طش اسكر سوي اللي بدك اياه في هاي الدنيا، عيش زي ما انت عايز عيش، واؤمن ما تؤمن هذا شيء بيرجع لك، ولكن راح يجي يوم راح تتحاسب فيه، في جنة وفي نار، اختار انت اختار. ربنا تاركك تعيش حياتك، وما تقول انه ما اجاني رسول. وفي ناس يقول لك يا اخي طب المسيحيين واليهود والبوذيين، طب هذول ربنا خلقهم بهي الديانات على الفطره، اما يمجسانا وينصرانا ويسلمانا، طب لا يصير مسلم. طب وين العدل بهذا الشيء؟ فيش انسان على هذا الكون يا اخوان الا اجا رسول. الرسول مش شرط انه يكون رسول من عند الله، انه فرضا انه يقول ان انا ادعي النبوه وتحدث عن كلام الله وكتاب جديد، لا، رب العالمين الا يبعث لك رسول من هاي الدنيا يذكرك بهذا الكلام. نعرف ديانات بعض وكنا رسل لبعض، انا رسول للمسيحيه والمسيحيه رسول الي، كنا رسل لبعض. الصلاه عندنا رياضه بعتبرها رياضه، الوضوء نظافه، عدم الزنا وشرب الخمر حتى ما اخشش في امور ممكن ترميني في السجن، بديش اقول لك امور اخرى. وكل اللي انا بعمله هذا لنفترض فيه على سبيل المثال لله المثل الاعلى انه ما في رب العالمين في النهايه، انا شو خسرت؟ انا شو خسرت؟ انا طارق ابو خلف وانت عماد وانت خالد وانت اسامه وانت منى وانت ايمان، انتوا احنا كنا المسلمين، شو خسرنا؟ عذاب اليم يا اخوان، ترى العذاب عند رب العالمين مو سهل. هل تعلم قديش بده يكون كبر جسمك ويرميك يطمسك في النار؟ هلا انت بتخش في النار بتقول لك خلص بنحرق، لا، رب العالمين الالم النار هذا نفترض انه الم النار بده يكون دقيقه او دقيقتين، بعدين راح تموت، مزبوط؟ الالم اللي راح تتالمه دقيقتين، الالم الفظيع جدا تبع الحرق هذا انت بتتالم فيه، رب العالمين راح تموت، انت نفس بشري راح تموت، الروح راح تقتل، رب العالمين يرد يبث فيك الروح مره ثانيه، يرد يحيي فيك الروح، ما ترد تحيا، ترد تنحرق تحيا، ويوم عند الله ب1000 سنة مما تعدون. احنا الناس كانت دائما ودعاتنا يقول لك يا عمي الدين لازم يكون سمح، مش كله ترهيب، مش كله ترهيب، مش كله ترهيب. يا اخوان احنا بس بعدنا عن الترهيب سوينا كل شيء. احنا بس صرنا نبتعد عن النار وعقاب النار وعذاب النار، ما حدا بيصلي الى طالب الغفران. كنا نريد طاعة الله وكنا نريد الجنة، فإن أردت الجنة اتبع الله وكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا واستغفر لي ولكم يا فوز المستغفرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم طارق أبو خلف، السويد.